من ميسان الصمود والثبات والجهاد، من ميسان أهل البيت، من ميسان آل الصدر. اليوم إن شاء الله اجتمعنا على بركة الله لأجل التحشيد ولأجل تهيئة كل المستلزمات لإقامة صلاة الجمعة الموحدة في ميسان الخير والعطاء، نصرة لما أطلقه سماحة السيد القائد المجاهد مقتدى الصدر من دعوة إلى جعل يوم الغدير عطلة رسمية في عموم العراق. إن شاء الله هذه الوجوه الكريمة بقياداتها وقاماتها العلمية والجهادية والسياسية والعشائرية بجميع مفردات التيار الصدري وبجميع دوائر هذا التيار المبارك، هبوا جميعا لأجل طاعة سماحة السيد وتلبية نداء سماحة السيد في إثبات ونجاح هذه الصلاة المباركة. إن شاء الله من ميسان أهل البيت، من ميسان آل الصدر، سوف تكون صلاة الجمعة الموحدة هذا الأسبوع في ميسان في حي الحسين في مسقفات صلاة الجمعة. فهذه دعوة إلى جميع الشرفاء، جميع العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم، سنة وشيعة ومسيحا وصابئة، رجالا ونساء وشبابا وشيوخا، العشائر بجميع مفرداتها، الطلبة بجميع أصنافها، الجميع، النساء، الأطفال، الشيوخ، الحضور لنصرة أولا صلاة الجمعة، ونصرة يوم الغدير، ونصرة أمير المؤمنين، ونصرة هذه الدعوة المباركة التي أطلقها سماحة السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله. إن شاء الله موعدنا معكم يوم الجمعة من ميسان العطاء والصمود والجهاد والإباء، لأجل أن نثبت أن ميسان هي ميسان أهل البيت، ميسان آل الصدر، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم وانصر ولدهم. مقتدى مقتدى مقتدى، يا الله يا محمد يا علي يا مهدي